السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم رشا النشاوي للتورت والجاتوهات وللبيع اونلاين. لو انت بتشوفيني لاول مره ما تنسيش اللايك وشير وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلك كل جديد اول باول. زي ما انتم شايفين معانا النهارده اوردر جديد وسهل وبسيط جدا. طبعا التورته زي ما انتم شايفين تورته عيد زواج. تورته عيد زواج بستايل هادي وبسيط ورقيق ومفيش فيه اي افتكاسات خالص. التورته دي يا جماعه مقاس 16. التورته دي حصل فيها يعني مشكله او مش عايزه اقول لكم مصيبه وانا شغاله فيها، وكنت على اخر لحظه هلغي الاوردر. تابعيني ان شاء الله لاخر الفيديو علشان تشوفوا الغلطه اللي حصلت معايا، وعلشان ما تحصلش معاك. انا كنت ممكن ما نزلهاش في الفيديو، بس حبيت ان انا انزلها عشان لو حصلت معاكي اقول لك تقدري تدويها ازاي وتعملي ايه. يلا بينا قبل ما نبدا في الوصفه والمقادير هنسمي ونصلي على رسول ونقول بسم الله. مبدئيا هنا يا جماعه مشغلين الفرن على درجه حراره من 170 ل 180 قبل ما نبدا في المقادير. معانا هنا سبونش جاهز 270 جرام، ومعانا بيضتين، ومعانا ميه متلجه من الفريزر، ومعايا كمان محسن جل خارج من الفريزر، ومعانا الفانيليا. هنحط المقادير فوق بعض، نحط هنا البيضتين ونحط عليهم ذره الفانيليا، ونحط نص معلقه شاي صغيره محسن جل، وهحط كمان ربع كوبايه ميه متلجه من الفريزر، وهحط عليهم الدقيق. طبعا المقادير ان شاء الله سيبها لكم في صندوق الوصف. صندوق الوصف فين؟ هتضغطي على عنوان الفيديو هتلاقي نفسك في صندوق الوصف. تمام. هنا يا جماعه مبدئيا حابه ان انا اطمن الناس اللي طلبوا مني كيكه صفيحه السمنه بالسبونج البيتي. ان شاء الله نزلها لكم في الفتره اللي جايه، بس كده ادعموني كده في القناه يا جماعه. الدعم في القناه اللايك يا جماعه، اللايك يا ريت هو اللي بيرفع الفيديو. ما تنسوش اللايك وكمان كومنت جميل منكم كده. فحبيت ان انا افصل ما بين كيكه صفيحه السمنه بالسبونج الجاهز والسبونج البيت عشان ما تزهقوش بفيديو كده ولا اتنين، علشان ما تملوش. وبرده ان شاء الله هلبي طلباتكم واعمل لكم كيكه صفيحه السمنه بالسبونج البيتي. بس زي ما قلت لكم ما تنسوش الدعم اللي هو اللايك. جبت هنا خلاص حله مقاس 16، وحطيت فيها ورقه زبده بالشكل ده. طبعا عملتها معاكم كتير قبل كده ورقه زبده. وجبت قطعه زبده من التلاجة وبدات ان انا اغلف بيها الجوانب. طالما ان الحله عاليه مش مستاهله ان احنا نجيب ورق زبده ونغلف بيها الجوانب. جبت قطعه زبده من التلاجة وغلفتها بالشكل ده. هتطلع معاك الكيك بكل سهوله، ولا تحتاجي تخلع عليه ولا يكسر ولا يجرى له اي حاجه، وهتشوفي دلوقتي حالا النتيجه. تمام. جبت هنا بقى ده يا جماعه الخليط ما شاء الله قوام تقيل بالشكل ده جميل جدا. هجيب بقى خله شيش طاووق ديت التركه التانيه او التركه اللي احنا حاطينها الميه المتلجه في المقادير. تاني حاجه هنحط اللي هنعملها بالخله بالشكل ده. تالت حاجه مهمه جدا طبعا في فايده الخله دي ان هي بتخلي مسام الكيك ضيقه جدا وجميله. تالت حاجه نجيب ورق فويل او ورقه زبده ونغطي بيها الحله بالشكل ده. دخلنا الفرن على الرف اللي في النص من درجه حراره من 170 ل 180. بتاخد معايا تمام السوا 45 دقيقه. ما بنفتحش الفرن قبل 30 دقيقه. اختبرتها وغطيتها تبرد تاني يوم زي ما انتم شايفين. بعد ما برد تاني يوم ان شاء الله اشتغل بقى في الكريم شانتيه. معانا 200 جرام كريم شانتيه خام بدون سكر، و50 جرام سكر حبيبات، و50 جرام حليب بودر على باستري كريم، واحط عليهم كوبايه ونص ميه متلجه من الفريزر. طبعا انا لا اقدر استغنى عن الحليب البودر والباستري كريم، بيودي طعم الكريمه في حته تانية. تمام. جبت هنا الحله زي ما انتم شايفين قلبتها نزلت بكل سهوله، ولا خليت عليها بسكينه ولا اي حاجه لانه مغلفاها كويس بالزبده. هنا كده طبقه بسيطه جدا مش واخده لون مع انها طريه وكل حاجه، بس انا ما بحبش الكيك يكون لونه خالص. شلتها كده بالطرنش حاجه بسيطه. شايفين ما شاء الله يعني لون الكيك فاتح ازاي، المسام ضيقه جدا ما شاء الله اللهم بارك. ال 270 جرام سبونج طلع معايا 5 طبقات غير القبه. انا عملت هنا المنشار على 8 ونص، حابه تعمليها على 9 مفيش اي مشكله خالص. انا كان ممكن اعمل على 8 وطلع معايا 4 طبقات مرتفعين، بس انا كنت مرتبطه بارتفاع الكرتونه كنت متفقه مع العميله اجيب لها كرتونه من اللي بتاخد تورته دورين علشان الطبارات يعني ما اشيلهاش. قالت لي لا انا عايزاها كرتونه عاديه خالص، وانا بالنسبه لي هحط عليها ابقى شيلي لي انت الطبارات وانا هحطها انا اللي احطها من نفسي ان شاء الله. بس انا هنا يعني عملت اختراع ان شاء الله هتشوفوه في اخر الفيديو، بس ما تسرعوش الفيديو عشان هتشوفوا مفاجاه في اخر الفيديو ان شاء الله. وهقول لك ان شاء الله برضو ان عملت ايه بدل ما يعني خفت ان العميله تشيل الطبارات وتبوظ التورته. هقول لك انا عملت ايه وعجبتها جدا جدا، وتشوفوا راي العميله ان شاء الله في اخر الفيديو. هنا جبت يا جماعه بورد مقاسه 25، ما ينفعش يكون البورد اقل من كده، والكيك مقاسه 16. وحطيت الطبقات الكيك طبعا زي ما واضح قدامكم بين كل طبقه والتانيه
جيلو مانجا. جيلو المانجا يا جماعه مع كيكه الفانيليا بيدي تيست جميل جدا في الطعم. بين الطبقات حطيت جيلو مانجا، بحب احط الجيلو فوق الكيك مباشره، وحطيت حشوه شوكليت شيبس بين الطبقات. جينا حبيت ان انا اطمن على موضوع الكرتونه واشوف ارتفاع الكيك، لقيت ارتفاع الكيك معايا وصل ل 13 سم ولا 14 سم. طب انا هحط ازاي؟ طب الكيكه نفسها هتخبط في الكرتونه، كنت احط طبقه الخامسه. رجعت تاني مع اني والله ما اتفقت مع العميله على طبقات خالص. لو انا كنت هعرف ان انا هداوي الموضوع وهخترع الكرتونه للعميله او للتورته، كنت حطيت صراحه الطبقه الخامسه دي. تمام. بس انا على كلام العامله ان هي قالت لي لا ما تحطليش في كرتونه كبيره عشان تقلل التكلفه، وحطي لي في كرتونه عاديه وانا وشيل الطبرات وانا احطها. بس صراحه منظر التورته في الاخر خفت ان هي العامله ما تحطهاش كويس وما تظبطش معاها. فاقول لك دلوقتي انا عملت ايه. جبت هنا خلاص جزء من كريم شانتيه وبدات ان انا اغلف الكيك على مرتين. دي الطريقه الصحيحه يا جماعه للتغليف للناس المبتدئين او لربات او لستات البيوت. حطيت طبقه بسيطه جدا من الكريم شانتيه وهبدا ادخلها التلاجة على ما جهاز الطبرات معانا. الطبرات دي يا جماعه لها مكان مخصص بتنزل من عليها الطبرات دي. هقول لك كل تفاصيلها وكل تركاتها لو انت عايزه تعرفي الطبرات دي بتيجي منين وبتنزل ازاي ونظامها ايه ونوع الورق ايه وازاي قسطيها وازاي تلزقيها بالستيك بتاعها. لو انتوا حابين تعرفوا ممكن انزلها لكم في فيديو مختص لوحده، بس يا ريت تسيبوا لي في الكومنتات. تمام. انا ما رضيتش انزلها في قلب الفيديو علشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو. فاللي عايز يسيب لي في الكومنتات ان شاء الله وانا انزل لكم فيديو مخصص للطبارات دي وكل تفاصيلها. جبت هنا بقى طلعت الكيكه او التورته من التلاجة وبدات اجيب بقيه الكريم شانتيه حطيته في كيس حلواني وبدات امشي بالشكل ده، ويعني ماشي بالاسباتولا. وهتبصي بقى يعني وانت بتمشي بالاسباتولا كده لو لقيتي مكان بقى في جوانب الكريمه الكريمه في ناقصه او مش مظبوطه بترجعي تجيبي كريمه تاني وتحطيها عليها. زي ما تشوفوا دلوقتي اهو شايفين انا جبت كده في الاماكن اللي مش مظبوط فيها الكريمه او يعني مفرغه او فيها هواء وعملتها بالشكل ده. بعد كده اجيب الاسكرافر وتمشيت هتوقفي ايدك اليمين زي ما انت شايفه كده بالظبط، وايدك الشمال اللي بتلف القاعده الدواره، ايدي اليمين ثابته زي ما انتم شايفين. وبعد ما تعملي كده هتشيلي بقى تشوفي اي دفوهات او اي حاجه في الكريمه هتبان قدامك. شايفين انا بشاور لكم ان في تحت كده لقيت حاجه بسيطه جدا معناها مش ممكن ما تبانش. اي حاجه تقومي جايباها وتظبطي بقى الكريمه تاني وترجعي تاني تمشي بالسكافر بنفس الطريقه. اي استفسار يا جماعه سيبولي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم. كده خلاص بعد جبت الاسكلافر وعملتها بالشكل ده هبدا بقى انعم جوانب الكيك. جبت كده الاسكلافر حطيته في ميه عاديه وبدات امشيه على جوانب الكيك بالشكل ده زي ما انت شايفه كده بالظبط. ايدي اليمين ثابته وايدي الشمال هي اللي شغاله وبتلف البورد. طبعا هقول لك دلوقتي بقى على المشكله الكبيره اللي حصلت معايا والتورته اللي هي اللي بيقولوا عليها السهل الممتنع. وكنت متخيله ان التورته دي هتبقى اسهل تورته وجت صراحه بهدلتني في اليوم ده وهقول لك ليه. جبت انا بقى بالسكرافر ومشيت كده من فوق لجوه علشان يعني اظبط شارب ايدج من فوق. وبعد كده جبت بالسباتولا ومشيت اظبط الاطراف بالشكل ده عشان خلاص لازم طبعا تظبطي بالميه زي ما انا قلت لكم. تمام. لازم خطوه مهمه جدا ان انا امسح البورد من اي سوائل او اي حاجه. تعالي بقى شوف بقى اللي حصل لي. بقى اللي حصل لي في اليوم ده ما حصلش لحد خالص خالص خالص. جبت هنا بقى الطبرات زي ما قلت لكم لو انتوا عايزين تعرفوا طريقه الطبرات سيبوا لي في التعليقات. حطيت كده اول طبر كده اللي مكتوب عليه اسم الزوج كان اسمه ابراهيم. وجبت هنا الطبر بتاع الزوج والزوجه كده. وبعد كده جبت الطبر اللي عليه الشجره اللي ودتني في داهيه فلقيتها شكلها مش حلو جيت اشيلها حصل لي المصيبه اللي انتوا شايفينها دي بعيد الشر عنكم يعني. اجي بقى اساوي بالسكرافر يا جماعه ما يظبطش لان خلاص الكريمه تماسكت. اجيب يمين وشمال انا عايزه اختصر الوقت لان في التوقيت ده انا عارفه ان الكهرباء هتقطع. ايام كانت الكهرباء بتقطع الكلام ده التورته دي حوالي بقى لها حوالي يعني يجي شهر كان في ايام قطع الكهرباء. طبعا فصلت بقى الكاميرا عشان ما اطولش عليكم الفيديو قصت الجزء ده. حبيت اعرفكم بقى انا عملت ايه. طبعا جبتها يمين وشمال ما نفعتش خالص شلت كل الطبرات وقمت جبت ضربت كريم شانتيه تاني. تمام. وغلفت الكيكه تاني. ما كانش ينفع تشيلي الكريم شانتيه من على التورته ممكن وانت بتشيليها تشيلي فتافيت للكيك. ما كانش ينفع ان انت مهما تمشي السكرافر على الكريمه مش هتظبط خالص هيبقى فيها حاجات مش مظبوطه. فانا هنا ضربت كريم شانتيه تاني وغلفت التورته من اول وجديد. يعني كان يوم ما شاء الله بيعلم بغير ربنا
كنت متخيله والكهرباء قطعت عليا خدوا بالكم، وركنت التورته في التلاجة على ما الكهرباء جت. وكان يوم حلو قوي صراحه، وكنت خلاص هلغي الاوردر في اليوم ده. الموضوع اخد معايا وقت على فكره يا جماعه. تمام كده بقى حطيت الطبرات بالشكل زي ما انتم شايفين، مكتوب يعني الطبر مكتوب عليه الله فيو، والطبر مكتوب عليه رقم 3 او رقم 3 ده بالانجلش. ده يعني العامله طلبت مني تقول اكتبي لي رقم 3 عشان متجوزين بقالهم 3 سنين. تمام. حطيت هنا بقى ده كريسبي لونه لولي، يعني هو كريسبي اصلا ابيض، وجبت داست لونه لولي بيجي طبعا عند مستلزمات الحلواني، وحطيت على طرف الكيك بالشكل ده على طرف التورته من تحت. جبت القلبين مكان ما كنت احط بقى الشجره اللي ما عجبنيش شكلها، حطيت القلبين دول. طبعا انا مرتبطه بالشكل اللي عامله طالباه، كانت طالبه مني الشكل ده، وكنت صراحه خايفه تقولي انت ما عملتيش الشكل اللي انا عايزاه ليه، بس بصراحه ابهرها جدا وقالت لي والله احلى بكتير بكتير من الشكل اللي كنت طالباه. حطيت كده يعني قلب كبير وقلب صغير بالحضار كده. التورته سيمبل ورقيقه وسهله وبسيطه جدا، وجبت شويه كريسبي بقى حطيتهم كده من فوق لولي، بس طبعا الاضاءه عندي مش ظاهره الفينش، او مش ظاهر قوي الكريسبي. هجيب كمان في الاخر داست لونه لولي. شايفين الصوره المشؤومه يعني كسرت ظهري في اليوم ده. كان عندي اعمل تورته بفاكهه او بشوكر شيت، وصراحه ما اعملش تورته زي دي. جبت ده داستي لونه لولي، وحطيته بقى على الكريمه، بس صراحه مش باين في الاضاءه، والمقطع ده اتشال مني. التورته مظلومه جدا عندي صراحه. الدست اللولي ادى لون جميل جدا للتورته وللكريمه، بس هتلاقوها باينه اكيد في الصور. ادى التورته قوامها وارتفاعها جميل ما شاء الله اللهم بارك. طبعا جيت احطها في العلبه الصغيره ما نفعتش، ده يا جماعه راي العميله، يعني صراحه كتبت لي في اشعار. وبعد كده هقول لك انا عملت ايه لما لقيتها، يعني خفت على الشكل ان هي ما تعرفش تحط طبرات مكانها وبالنظام اللي انا عايزاه، مع ان ده كان طلبها عشان توفر حق، يعني ما اتفقت معاها على التكلفه هتكون اغلى لو جبت تورت علبه مش اقل من 30 35 جنيه من اللي بتاخد تورته دورين. تمام. هتشوفوا دلوقتي العلبه دي يا جماعه انا اخترعتها، والله ما اعرف حد عملها قبل كده ولا لا. جت الفكره بعد ما كنت خلاص هشيل الطبرات، فجبتها عملتها بالشكل ده. لو انتوا حابين تعرفوا الطريقه سيبولي ان شاء الله في التعليقات، وانا انزل لكم الطريقه بتاعتها، وسهله وبسيطه جدا ومش مكلفه، وان شاء الله هتعجبكم تقدروا تعمليها لتورته دورين. طبعا عجبت العامله جدا فكره العلبه دي. كده خلاص يا حبايبي، وصفه النهارده خلاص خلصت. يا رب تكون عجبتكم، يا رب كنتش طولت عليكم، ويا ريت عجبتكم ما تنسيش في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد اول باول. وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد بوصفه جديده باوردر جديد من اوردرات رشا النشاوي. استودعكم عند الله تضيع عند ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.